بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو ده بتاع زينة رمضان. هنا كده ده المدخل. عندي المدخل باب اولاني، الباب الرئيسي، وبعد كده الباب ده. فانا عملت ما بينهم الزينه لان المكان مكشوف، فعملت الزينه زي اللي بتتعمل في الشارع. ولان عندنا في الشارع كمان هم نفضوا وما عملوش زينه، يعني خدوا فلوس بس عملوا لونات بس ما عملوش الزينه الورق وكده. مع ان هي بتبقى مبهجه، يعني حاجه حلوه الواحد يتفرج على الشوارع وهي فيها رمضان كده. هنا ده الجزء الاولاني اللي في وش الباب. اشتريت فروع زينة اللي انا كنت مشتريها من السيدة زينب وبكار وكده. وعندي في كلمة رمضان مبارك كنت عاملاها في المكتبة، طبعاها الحروف وقصيتها انا في البيت وكده. ف ده شكلها، ولازقلها بقى الحرف اللي هو الكلفة اللي بتتباع دي، وعاملاها في الخيط ولازقها على الحيطة. تمام. وهنا ده فانوس اهو اللي هو الجامع اللي انا كنت جايباه معاكم الفيديو اللي قبل ده. وبقية الزينة بقى ده بقية المدخل ستارة فوم. الستارة دي انا عاملاها برضو من سنتين او حاجة، وبعلقها في رمضان. وده بوجي وطمطم بقى اللي انا بعشقهم اصلا. ما اعرفش في الكرتون غير بوجي وطمطم. وعروستي بتاع زمان بقى، الناس القديمة كده عارفة برنامج عروستي اللي كان بيجي يوم الجمعة. ده الحاجة الوحيدة اللي انا عارفاها. هنا كده ده شكل الزينة وقماش الخيامية. انا كل سنة بزود حاجة او حاجتين، يعني مش بزود كتير لان انا بيبقى عندي حاجات. ده شكل الكلمة اهو على الحيطة. وعربية الفول برضو مركونة في الركن كده. دي الانوار بقى بعد ما قفلت النور، بس كانت الدنيا نهار وانا بصور الدنيا نهار. وانا المدخل عندي بيبقى منور جدا بالنهار عشان الباب كبير وشفاف. فكده ده شكله اهو. كل سنة وانتم طيبين بقى. ده شكل المدخل بقى من العكس كده، من الناحية التانية من عند الباب التاني. في حبل اتقطع عايزة اعمله.